ليلة غريبة والدنيا كلها ساكتة والريح بتعوي في الشوارع الفاضية. كان في راجل اسمه حسام قاعد لوحده في أوضته الضلمة. حسام دايما كان عنده فضول تجاه الحاجات الغريبة زي السحر الأسود والجن والناس اللي بتتوه في عالم تاني محدش بيرجع منه. اللي خلاه يدخل في الموضوع ده هو إن جده كان بيحكي له حاجات عن كتب قديمة عن طقوس وعهود عن أسماء جن مش بتتنطق إلا في الظلام. سام كان عارف إن الكلام ده مش هزار وعشان كده بدأ يدور بنفسه على حاجات تثبت له صحة الكلام دوت. وفي يوم من الأيام سام لقى كتاب قديم جدا مدفون في أرض بيت جده. الكتاب ده كان متغلف بالجلد ومليان طلاسم وأسماء الجن زي زويل ومرادس. بدأ يقرأ فيه حس بالكلام بيأثر فيه بطريقة غريبة وكأن في صوت بيهمس له من جوه الصفحة وبيقول له افتح العهد وافتح العالم اللي محدش رجع منه. الليلة اللي قرر فيها يطبق طقوس السحر الأسود وسام رتب المكان في أوضته ورسم دايرة كبيرة بدم ناشف حواليه وحط شموع مشعلة وبدأ يقرأ الطلسم بصوت عالي. الجو اتغير فجأة والأرض بدأت تهتز تحت حسام. حس إن في حاجة بتلمس روحه. خاف وقتها لكن مش قادر يتراجع وأصوات همسات بدأت تلف حواليه وساعات كان بيسمع أصوات صراخ وقريب كأنه بيغلي. وفي نص الطلسم ظهر له ظل أسود كبير عيونه كانت عبارة عن نار وصوته جه من كل مكان انت دخلت عالمنا ومفيش رجعة. ودي كانت آخر كلمات حسام يسمعها في ودنه. حسام حاول يوقف الطقوس لكن الكلمات اللي كتبها في الكتاب بدأت تتحرك والظل بدأ يقترب منه ولسانه بدأ يتحرك من نفسه وقال العهد المفتوح والثمن لازم يدفع. حسام بدأ يقاوم وبدأ يقرأ تعويذة جديدة من كتاب جده. البيت كله اتملى بنور أبيض نقي. ظل صرخ وبدأ يتلاشى والأرض رجعت ساكنة والهواء نضيف. بس حسام عارف إن التمن مش انتهى. صوت خافت بيهمس في إذنه زويل مستني والليل طويل وفي الضلمة اللي ملهاش حدود والبيت القديم اللي صوابه اتشقق من سنين. حسام وقف في نص الأوضة عيونه بتتلمع من الخوف والفضول في نفس الوقت. حاسس إن كل حاجة حواليه بتتنفس. الأصوات اللي سامعها مش بشرية وهمسات ملهاش آخر بتسمعها في صمت الليل زي دعوة من عالم تاني. الهوا اتكشف والريح اللي بره كانت بتعوي وفجأة بقت زي صرخات جانبية. صوت عميق جه من مكان ما يقول زويل مرادس وبركان. كل ديت أسماء الجن اللي سمعها ودي أسماء جن حقيقية سمعها. حاول يتراجع لكن رجله اتزحلقت في الأرض. حس إنه مربوط بخطوط ما ينفعش يفلت منها بسهولة. وصوت خافت بدأ يهمس في ودنه ويقول العهد المفتوح والثمن لازم يدفع. بدأ يحس بتيار كهرباء سودا بيعدي جنبه لكن قلبه بدأ يدق بسرعة والعرق نزل من كل حتة فيه. والكتاب القديم فتح على صفحة جديدة فيها تعويذة معقدة. حروفها كانت بتتحرك كأنها عايزة تدخل روحه. حيطان بس حواليه الحيطان انغطت بطقوس غريبة وبتنور بلون أحمر والظل اللي كان واقف قدامه بدأ يكبر وعيونه نارية بتقلب من مكان لمكان وصوته جه من كل ناحية انت مش لوحدك كل اللي حاولوا قبل منك فشلوا. انت مين عشان تفكر انك مختلف؟ ودي برضه تاني حاجة سمعها في ودنه. لحظة ظهر نور ساطع فجأة زي نور كده ظهر وقف قدام الظل حاملا سيفه الناري وصوته كان واضح وبيقول فرصة أخيرة الحق نفسك قبل ما يندم عليك القدر. الإنسان بدأ يقرأ بصوت عالي تعويذة جديدة. التعويذة والظل وكل حاجة في الكتاب طلعوا صوت غريب جدا على هيئة صرخة. شمس خفيف رجع يرن في ودنه وبيقول زويل مستني التمن والليل طويل ومحدش يقدر يهرب. ما كانش قادر يحرك جسمه كأنه مربوط بقيود غير مرئية. الصوت رجع لكن المرة دي مش همس ده صراخ حاد جدا جاي من كل اتجاه. انت فتحت واحنا جينا. العهد ما بيقفلش التمن والتمن لازم يدفع لآخر نفس. ودي برضو كلمات سمعها تاني. البيت اتحول لمعبد مظلم والشمع ولع لوحده والباب قفل بصدمة والهوا سخن. ظهر كيان طويل جسمه عبارة عن دخان اسود بيلف حواليه زي الافعى.
وعيونه حمرا ولسانه بيتكلم بلغات غريبة، بس حسام كان فاهمها رغم إن عمره ما سمعها. دعموش اتكلم وقال: زويل فتح الباب وانت دعوتني، العهد بينا اتسجل بدمك، دلوقتي تدفع أو تهلك. حسام حاول يرد لكن لسانه تقل، بس قال بصوت مرتعش: انا ما كنتش فاهم، انا كنت بجرب. ضحك دعموش وقال له: مفيش حاجة اسمها تجربة، في عالمنا كل اللي يدخل فيه لازم نيته بتتحسب وكل همسة بتتسجل، وانت نويت تفتح العهد، دلوقتي انت ملكنا. الارض اتفتحت تحت حسام ولقى نفسه وقع في حفرة سودة ملهاش اخر. وقع لحد ما صرخة طلعت من روحه، ولما صحي كان في مكان تاني، مكان شبه الكهف بالظبط، تحديدا شبه كهف كبير كله مليان كتابات على الحيطان، وكانت متحنطة وسلاسل بتتحرك لوحديها، وحاجة مرعبة جدا وغريبة كانت أول مرة حسام يشوفها. وفي زاوية المكان كان في تمثال كبير لشيطان براس تيس وعيونه مولعة، تمثال مرسوم تحته أسماء مكتوبة: زويل، دعموش، راموس، كلها أسماء جن، كل اسم جنب واحد مربوط ويصرخ من غير صوت كأن أرواحهم محبوسة. ظهر واحد منهم راجل كبير في السن، عينه بيضة من غير سواد، وقال له: حسام، أنا كنت زيك وقلت أجرب، النهاردة بقالي 45 سنة وأنا في نفس اللحظة اللي غلطت فيها. حسام قال له: في مخرج؟ راح قال له: مستحيل تلاقي مخرج في المكان دوت، لكن في تمن، ولو دفعت التمن ممكن تخرج. بس محدش خرج من هنا. ظهر نور ضعيف من بعيد، صوته كان مألوف، صوت جديد: لو سمعتني اقرأ الآية، اقرأها حتى لو مش فاكرها كلها، دي آخر فرصة. حسام بدأ يفتكر بصعوبة، قال بصوت متقطع: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دي آية من سورة ياسين. المكان كله هز الكهف وبدأ ينهار، والتماثيل بدأت تصرخ، والأسماء على الحيطان بتتحرق لوحدها، بس مش كلها، فيها اسم واحد فضل منقوش، وهو اسم حسام. صاحب بيته، كل حاجة طبيعية. الساعة كانت حوالي بالظبط 2:34 دقيقة، لكن وهو بيقوم من السرير لقى على صدره نقص صغير مكتوب فيه، مكتوب كأنه محروق، مش مجرد وشم عادي. تفتكر قصة حسام انتهت لهنا؟ طيب تفتكر ممكن أصلا المواضيع بتاعت السحر والجن ديت تنتهي ومحدش يكمل فيها، ولا الناس هيفضلوا زي ما هما؟